ما تجيب الكاب ده كده. وانا اقعد من غير كاب؟ وايه يعني ده انا ابنك يا بابا. يعني وشي يتحرق من الشمس؟ طب ما انت لابسه من الصبح مفيش مشكله يعني. لا طبعا مش هتاخده. هتديله الكاب يا حاج، ده بيدور الشعر. اه يا بابا ده بيساعد على تساقط الشعر. ولما بتلبسه على شعرك كتير بيسخن. لما بيسخن نافوخ. ولما نافوخك بيسخن بتصدع. والانزيمات البيضاء بتدخل في الانزيمات السمراء وده ممكن يؤدي الى حدوث انفجار في النافوخ نتيجه لارتفاع درجه الحراره. ده غير ان لبسه كتير بيخلي شعرك يتقصف ويقع وانت بتغسله على الحوض. ده غير ان كل ما بيقلعه ويلبسه بيسبب حساسيه لثروه الراس واحتمال يحلق شعره زيرو. لا مش للدرجه دي، هو ممكن يحلق على واحد بس عادي. المصيبه مش في كده، في ايه تاني؟ بابا سنه كبير ولو شعرايه وقعت مش هيطلع غيرها، وده هيحصل نتيجه تدخل كرات الدم البنفسجيه اللي بتزيد بلبس الكاب والسخونيه. يا نهار ابيض. ده غير بقى الكريمات اللي هيقعد يشتريها ويقعد يصرف. الحمد لله انا في نعمه. يا ابني والله الناس اللي بيلبسوا كاب دول هيتعبوا في حياتهم. يتعبوا ايه بس؟ لا دول بيدفنوا نفسهم بالحي. انت عارفه يعني ايه انفجار في الشعيرات الدمويه النافوخيه؟ دي كارثه. انت نسيت ان ممكن سخونيه الكاب تعمل شلل لخليه المخ. انا عندي ابو واحد صاحبي كان بيلبس كاب لحد ما جاله شلل.